السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض مخبوزات حلوة جدا جدا بجد، طرية واقتصادية كمان وحلوة خالص للمدارس. حلوة الحشوات، جبنة رومي، لانشون، حلاوة طحينية، بجد تحفة اي حشو تحبيه. وانا عملت النهارده كيلو من الدقيق، وعمل معايا كمية حلوة جدا زي ما انت شايفة، وممكن تخزني منها في الفريزر وتاخدي منها وتطلعي على حسب الكمية اللي انت عايزاها. بجد تحفة حلوة خالص، والعجينة سهلة ومش مكلفة. ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. وانا عملت منها اشكال تانية. انا معايا هنا كيلو من الدقيق، اي نوع من الدقيق عندك، تمام، متعدد الاستخدامات يعني. وبعد كده هحط عليه معلقه صغيره بيكنج باودر، واحط عليه باكو كامل من الخميره، وذره الملح، ومعلقه كبيره من السكر. تمام، وهقلب كل المكونات مع بعض. انا كنت ناسيه الملح، بعد كده حطيته ربع معلقه صغيره من الملح، وهقلب كل المكونات الجافه مع بعض. وهنزل بنص كوبايه من الزيت، نص كوبايه بس، تمام. وهفضل اقلب فيها مع الدقيق لغايه ما يبقى حبيباتها زي الرمله كده. انا هعجن بايدي، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. وبعد كده استخدمت كوبايه واحده بس من اللبن، او ممكن علبه زبادي. وبعد كده استخدمت باقي ميه، يعني انا استخدمت كوبايه واحده لبن، واستخدمت كوبايه ونص من الميه، وعلى حسب نوع الدقيق عندك، تمام. يعني انت هتستخدمي كوبايه لبن، وبعد كده تكملي بالميه واحده واحده. ما عندكيش لبن ممكن علبه زبادي او رايب، تمام. وبعجن فيها كويس جدا لغايه ما تديني عجينه ناعمه تتلمي معايا بسهوله وطريه. وبعد كده بسيبها تختمر معايا زي ما انت شايفه، وببدا اشكلها كور صغيره، يعني بسيبها ترتاح شويه، تمام. كور صغيره خالص نفس الحجم. بجد عجينتها حلوه جدا وسهله. انا هنا كنت خلصت الكميه كلها، كنت خلصت العجينه كلها. بغطيها بكيس وببدا اشكل واحده واحده. بمسك كوره كوره وبحط لها الدقيق من تحت ومن فوق، وبفردها مره بالطول ومره بالعرض. هتديكي شكل دايره. بتعملي حوالي 3 أو 4 كده، وبعد كده بتبدأي تشكليهم وتحطيهم في الصاج، بتدهنيه زيت. بجد تشكيلها سهل جدا جدا ومش صعبة، وده السمك اللي احنا عايزينه، يعني ما ترققهاش اكتر من كده. وبعمل حوالي 3 أو 4 قدامي، وبعد كده ببدأ اشكلهم، تمام. انا بدهن النص اللي من فوق ده زيت، حاجة بسيطة خالص من الزيت. وبعد كده بطبق النص التاني عليه، ما فيهاش اي تعب ولا حاجة. وهعمل شكل تاني دلوقتي برضو، خلاص بدهن برضو نصها زيت كده، وبطبق النص التاني عليه. وبعد كده باجي من على الجنب كده بدهنها برضو زيت. لو انتي عايزاها طبق كده 4، هتحطي حشوات مثلا مختلفة، جبنة رومي او لانشون، بجد بتبقى حلوة جدا. اول ما بتختمر معايا بدهنها لبن بس. لو انت عايزه وشها ذهبي فاتح، لو انت عايزه وشها اغمق من كده بتدهني مع اللبن معلقه نسكافيه او بن. بجد تحفه جدا. على الرف الوسطاني بتسويها درجه حراره متوسطه، بجد حلوه جدا جدا وطريه وهشه، وممكن تخزني منها في الفريزر زي ما انت عايزه وتطلعي الكميه اللي انت عايزاها. وبجد حلوه دي برضو، حلوه انك تحشيها جبنه رومي ولانشون مع بعض، حلوه خالص ولذيذه واقتصاديه. بجد حلوه خالص. انا اللون الغامق والفاتح زي ما قلت لك هتغمقيه بنسكافيه او قهوه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت الاشتراك في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.